كنت دايما بحس إني مش المفروض أكون هنا، مش في الأوضة دي ولا في البيت ده ولا حتى في الحكاية دي. كنت بسمع صوتي وأنا ساكت، بس محدش غيري كان بيسمعه. كل حاجة حواليا كان صوتها عالي. كنت بتكلم جوايا كتير، بس الغريب إن في لحظة بتبطل تبقى مستني حد يسمعك، بتقرر تفضل ساكت وتعيش جواك. وده كان أول قرار أخدته في حياتي، وأنا لسه ما كنتش بعرف أختار. يا ولاد يلا اصحوا، كل ده نوم؟ يلا يا نادر، يلا يا شريف، يلا قوموا. سارة يلا اصحي، الساعة 7:30. يلا يلا بسرعة، اتأخرتوا على المدرسة. يلا كل واحد 10 جنيه وتروحوا على المدرسة. شكرا يا ماما. يلا انت كمان 10 جنيه. شكرا يا أحلى ماما في الدنيا. مع السلامة. في عليك 5 جنيه، انت كده كده مش هتصرفها أصلا. كان مش معنى هم أخذ 10 جنيه. يلا من غير كلام على مدرستك. إيه يا نادر، النهاردة إيه الخطة؟ هتعمل إيه بعد المدرسة؟ مش عارف، ما فكرتش. هو أنت دايما كده؟ يعني إيه مش عارف؟ بص يا نادر، في حاجة في دماغي عايزين نعملها. النهاردة عيد ميلاد ماما، إيه رأيك نجيب لها حاجة بسيطة؟ إحنا هنجيب لها هدية؟ أيوة، بس محتاجين مساعدتك. ادينا الفلوس اللي معاك عشان نكمل ونجيب لها هدية. كنت عاوز أجيب حاجة لنفسي. حاجة لنفسك؟ فكر في ماما، مين اللي أهم، أنت ولا ماما؟ طيب خدوها. شاطر يا نادر، ماما هتفرح بيك قوي النهارده. نادر يا نادر، مالك؟ شكلك مش طبيعي. مفيش حاجة، كنت بلعب مع العيال. كنت بتلعب مع العيال؟ بس انت شكلك كنت بتتخانق. مفيش حاجة، الكورة اتخربت مني واتخانقوا معايا. طب كنت قول لهم انك ما تقصدش. قلت لهم ومحدش برضه مصدقني. بس انا مصدقاك. ليه؟ عشان انا عارفة انك طيب وما بتكدبش. انا كنت محضر لك حاجة يمكن تعجبك. ده انا؟ انت رسمتني؟ شفتك من الشباك فقررت ارسمك. انا كده؟ دي حلوة قوي. لا، الحقيقة احلى. طيب حس كده بقى، كنت جايبه لك دي بس كنت مستنياك تيجي عشان اديها لك. وردة؟ ليه؟ عشان انت تستاهل. قلت يعني يمكن تفرحك. شكرا يا ليلى، ده اجمل هدية حد اداها لي. ايوه حاضر، جايه. يا لهوي، ايه اللي عمل فيك كده؟ العيال كانوا بيضايقوني. العيال كانوا بيضايقوني؟ انا حاولت اضربه بس ما عرفتش. يا اختي يا حلوه، حاولت تضربه بس ما عرفتش. خش اوضتك ولما ابوك يجيلك. يلا. في حياة كل واحد فينا لحظات مهمة، منها السعيدة ومنها الحزينة، ودي كانت لحظة من اللحظات المهمة في حياتي. وقت ما عرفت اني ما استحقش اخد او اطلب، واني صغير قوي وضعيف قوي. سارة، شريف، نادر، وانت كل يوم ترجع لي متبهدل بالمنظر ده؟ انا كنت بلعب شوية صغيرين بس في المدرسة. والمذاكرة؟ امك بتقول انت طول النهار يا اما واقف قدام الشباك يا اما قاعد بترسم.
كنت باخد راحة شوية صغيرين. راحة ايه بس؟ الرسم ده هيضيع مستقبلك، وحياة امك ما انت نافع. ومن هنا ورايح مفيش رسم تاني، وانا هعلمك تبطل ده ازاي. لا مش قبلكاش، ده جامد يا اختي زي الحديد. سارة انت نازله النهارده تجيبي معاكي يا محمد انا قايل لك سايب لك المفاتيح هناك. يا عم بطل قرف، ايه القرف ده؟ من الصبح بتقول لي عليا. ايوه يا محمد، ما انا قايل لك سايب لك المفاتيح هناك. ايوه مع البيت السكرتيره. يا محمد اسمعني بقى. الله يا محمد، مش هينفع الكلام ده. توطي الصوت شويه، المهر مكفي. مش عارف اذاكر. مش هنمشي احنا على مزاجك. انا يا محمد مش هقعد لكم في الشغل. الله وكل الشغل ما انت ما انساه. بس يا انت بقى يا عم بقى من الصبح مش معقوله كده. مش عارف اذاكر، دي مشكلتك على فكره، مش مشكلتنا. اللي عايز يذاكر بيذاكر، بطل حاجه كفايه. خلينا نشوف حل تاني يا سيدي. يا ست انا بكلم الراجل، انا كلمتك في حاجه. الله ايه ده؟ ده ايه التخلف ده يا محمد؟ مش انت يا محمد، انا ما مش قلتش انت ان انت تمشي على مزاجي على فكره. يا محمد، مش انت اللي انا بزعق لمراتي. انا ما انت سامع الدوشه اللي انا فيها. الله افتح الدولاب يا محمد. أنا مش قادر أذاكر في البيت هنا، البيت كله دوشة يا ليلى. ليه مش قادر؟ حاول يا نادر، لازم تتعود. حاولت يا ليلى ولا كأني بكلمهم، كلهم عمالين يعملوا دوشة. معلش، هي سنة وهتعدي وهتلاقي نفسك دخلت الكلية اللي بتحلم بيها. طيب أنا هحاول أذاكر، بس هنزل أذاكر في الجنينة. تنزلي معايا؟ طيب هنزل كمان شوية. انت هتنزلي دلوقتي؟ أيوة، نادر مستنيني في الجنينة، عنده مذاكرة ومش عارف يركز في البيت. ليلى انا مش فاهمه انت مهتمه بيه قوي كده ليه؟ لو حد عرف هتبقى مشكله. أيوة بس نادر مش زي أي حد، هو مختلف شوية، جميل وهادي، وساعات بحس إن هو محتاجني، عشان كده ببقى عايزة أساعده. ليلى بس انت ساعدتيه كتير وبتفكري فيه زياده عن اللزوم. هو محتاج يساعد نفسه، دي مش مسؤوليتك. عارفة، بس مش دايما الناس بتعرف تبدأ لوحدها، ساعات محتاجين حد يساعدهم علشان يتغيروا. بس انت يا ليلى بتدي كتير من وقتك ومن مشاعرك ليه؟ فكرتي في نفسك؟ طب فكرتي في مصلحتك؟ أنا عارفة نفسي رانيا، لو قدرت أساعد حد زي نادر ده كفاية بالنسبة لي دلوقتي. ليلى انت طيبة، بس ما تنسيش ايه الصح وايه الغلط، خدي بالك من نفسك. هاخد بالي، متقلقيش عليا. سايب مذاكرتك ورايح فين؟ مش عارف انت زعلانه ليه؟ عشان العفش خفت تتكلموا، امال لما نخش في الغويط هتعمل ايه عشان تجيب لي حقوقي؟ اوه ما تروقي امال، ده برضه مهما كان اخوكي وانت اخته، يعني مش ممكن هتقعدوا في بعض. ايوه يا سامي يا ابني. مساء الخير يا عم ابراهيم. مساء الخير يا حبيبي. بص يا عم ابراهيم، انت عارف اختي ايه بالنسبه لي، وعارف كمان انها ملهاش غيري بعد ابويا الله يرحمه. بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان انا مستعد اعمل اي حاجه، ياكش اودي نفسي في داهيه لو ابنك نادر ما بعدش عنها. في ايه بس يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ يعني ينفع عم ابراهيم عليهم تحت لوحدهم في الجنينه؟ هي دي الاصول؟ لا يا ابني ما ينفعش، هجيب لك حقك لحد عندك. قول لابنك يبعد عنها. سلام. حاضر يا ابني، سلام يا ابني. فاكر ان التصرف اللي انت عملته ده تصرف حد محترم؟ إحنا ما عملناش حاجة غلط، إحنا كنا بنتكلم كلام عادي بس والله يا بابا. تمشي مع بنت في الشارع والناس تقول علينا ايه؟ ما عندكش اي اخلاق ولا اي ذوق يا اخي. انا زهقت منك. صدقني ما عملتش حاجة غلط. وليك عين تتكلم. على فكره بقى، انت ما عادش ليك خروج من البيت تاني، فاهم؟ غريبة أوي الدنيا دي، إزاي إنسان يدي نفسه الحق إنه يهين إنسان تاني؟ كلنا في الدنيا ديت زملاء، الفرق بيني وبينك يا بابا إنك جيت قبلي، وقدرك إنك أخدت مسؤولية حياتي. الله يسامحك. الشرخ اللي عملته جوايا قعدت سنين طويلة عشان أصلحه. تعالى بقول لك. سارق الشوربه دي موديها على فين؟ أنا نجحت وجبت نتيجة حلوة في الثانوية، ونفسي أخش كلية تجاره.
سهله وبسيطه وما فيهاش مذاكره كتير وهتلاقي شغل بسرعه. ايوه، هو ده اللي هينفعه، هو لا هينفع لا في طب ولا في هندسه. بس انا كان نفسي في كليه فنون. فنون ايه وزفت ايه بقى؟ ما تعقل واسمع الكلام، انا زهقت منك. اسمع كلام ابوك، هو الوحيد اللي عارف مصلحتك. بس ايه بقى؟ غور من وشي دلوقتي، ناوليني موزه يا ستي. قلت ايه يا حلو؟ شوربة مين يا فندم؟ دي ميه وسخه. ميه وسخه؟ يعني هو ما بيفهمش، هو ما بيستطعمش. دوق يا مجاز، اشرب تاني عشان تشهد عليه في المكتب. ما دقت تاني يا فندم وطلعت شوربه. اشرب، دوق تاني. ليلى انا نجحت وجبت مجموع حلو قوي زي ما وعدتك في ثانويه عامه. ليلى انا سمعت ان انتوا عزلتوا من المنطقه، هو الكلام ده بجد؟ يعني انا مش هقدر اشوفك تاني؟ ليلى كانت أحلى حاجة في حياتي بتخليني أستمر. مشيت، وبعد فترة أخوها رد عليا وقال لي ما تتصلش بالرقم ده تاني. غريبة لما تكون حياتك ما فيهاش غير شخص واحد، لما يمشي حياتك ما يبقاش فيها حاجة، لا شيء، وعينيك ما تشوفش حاجة غير الدايرة الضيقة الغامقة اللي ما بتعرفش تشوف غيرها. ايه يا عم نادر؟ الحق بشكله خايف. لا يا جماعه انا مش متوتر ولا حاجه، بس يعني اول مره بس. ده يومك يا عم نادر، لازم تبقى قد المسؤوليه كده. ها انا عارف، بس هو يعني محدش قال لي المفروض اعمل ايه. بقول لك ايه يا اشروف، تقريبا معانا واحد عايز كورس سريع، اديله. انا معايا حاجه كده ليك هتخليك ايه، طاير في السما بجناحات. امسك البرشامه دي هتفيدك، صدقني هتفيدك. اسمع امسك يا عم. برشامه ايه؟ انا ما باخدش الحاجات دي. ما تقلقش يا عم نادر، مش هتعمل لك حاجه، هتزودك ثقه بس، هتحتاجها اليوم ده مش اي يوم. ها ايوه بس انا ما باخدش الحاجات دي. يا نادر برضه هيقول لك ما باخدش. بص يا نادر، احنا اصحابك وعارفين مصلحتك كويس، وبعدين هو يوم واحد، مش هتقعد طول حياتك يعني. يا عم طيب دي بتعمل ايه؟ بص دي هتخليك تنين بجناحات. اقول لك على حاجه والله يا مريم ما هتصدق نفسها. بص يا نادر، دي هتخليك بالظبط كده. كان شكلك حلو النهارده. وانت كمان يا مريم كان شكلك حلو. شكرا. اشرف وعلاء كانوا قاعدين بره بيضحكوا، كنت بتقول لهم ايه؟ مفيش، هما دايما بيقولوا يعني حاجات كده بيهزروا بيها. اكيد كانوا بيشجعوك صح؟ يعني هما دايما بيعملوا حركات كده ويقعدوا يهزروا. هو انت متوتر؟ يعني شوية. وانت كمان يا مريم صح؟ اه مريم انا يعني انا عارف ان انا ما بعرفش اتكلم، يعني كل حاجة جديدة عليا، بس انا هحاول يعني ان انا اساعدك. وانا كمان، مش مهم، المهم ان احنا مع بعض. عارف انا دايما كنت ببقى فاكره ان اليوم ده هيبقى صعب قوي، بس طلع سهل مش زي ما انا متخيله. وانا كمان، بس هو يمكن وجودك هو اللي بيخلي كل حاجه سهله. الساعة الآن 8:15 هنا القاهرة. عزيزي قائد السيارة المسافر لقضاء إجازتك خارج القاهرة. صباح الخير. نرجو مراعاة صباح النور. أثناء رحلة السفر. ايه صحيتي بدري يعني؟ عندما ترغب ما تعودتش انام كتير.
اتجه قليلا نحو وسط الطريق. شكلك مش مبسوطة، في حاجة مضايقاكي؟ متضايقة؟ لا خالص، أنا مش متضايقة، أنا كويس. أصلك ما بتتكلميش، قلت يمكن زعلانة ولا حاجة. لا يا نادر، أنا مش زعلانة، أنا بس مش فاهمة، هي دي ليلة العمر اللي كل الناس بتبقى مستنياها والمفروض نبدأ بيها حياتنا؟ أنا مش فاهمة أنت مالك. أنا تمام، هي يمكن بس متوتر شوية. متوتر؟ وهو المفروض إن أنا أفهم إن ده طبيعي؟ ولا المفروض إن أنت هتفضل متوتر كده كتير؟ مريم، أنا عارف إن أنا ممكن ما أكونش بعرف أتكلم، بس هو أنا بحاول أغير. هو أنت خارج؟ أنا رايح الشغل. بص، هو يمكن يكون هو ده الحل، إن أنا أنزل وأغير بس المكان. الصراحة أنا عندي شغل كتير عايز يخلص. براحتك يا نادر. أثناء الليل، ونحن نتمنى لك رحلة سعيدة وكل السلامة. بعت لك حاجه على الواتساب واشوفها. ايوه تمام حاضر. صباح الخير يا باشوات. صباح النور يا محمود. صباح النور يا محمود. تحبوا تشربوا حاجه؟ والنبي يا محمود، ممكن كوبايه شاي. انا شويه كده يا محمود. النسكافيه بتاعي يا محمود. تحت امركم. شفت الحاجه اللي بعتها لك على الواتساب؟ هتخلص النهارده. كده الرقم ده ايه يا عريس؟ انت نسيت حاجه وجاي تاخدها النهارده ولا ايه؟ الظاهر ان مريم قالت لي روح شوف شغلك احسن. لا، هو بس يعني أنا عندي شوية شغل عايز أخلصه. شغل وفي شهر العسل؟ هو في حد بيشتغل في شهر العسل يا استاذ نادر؟ خلاص يا جماعة، الراجل واضح إنه مش مرتاح، سيبوه في حاله شوية. مش مرتاح يا بسمة، وبعدين احنا بنفك مع نادر، ولا ايه يا نادر؟ خلي بالك يا نادر، مريم لو زعلت منك انت اللي هتدفع الثمن. ها يا عم شكله دفع الثمن اصلا. انت مش شايف منظره عامل ازاي؟ بقى ده منظر عريس اول يوم جواز يا استاذ نادر. ما انا قلت لك اديله البرشامه النهارده، انت اللي خليتني اديها له امبارح، اديك شايف. يا عم هتفرق ايه امبارح من النهارده؟ قول له. نادر لو محتاج مساعده قول، احنا معاك على الحلو وعلى المر. ها شكرا، مش محتاج حاجة، أنا كويس. كويس؟ ما هو باين. ما خلاص يا جماعة كفاية، الراجل بقى سيبوه يركز في شغله شوية وما تضغطوش عليه أكتر من كده. ده احنا بنديله معلومات، ده كنز، المعلومات اللي احنا بنديها له دي كنز. نادر، انت عريس جديد ولازم تبقى مبسوط، ما تخليش كلامهم يضايقك. شكرا يا بسمة. يا سلام، وكمان عندك دعم خاص يا ابن المحظوظة. كبرت وفضلت زي ما أنا. الانفصال هو عنوان حياتي. إنسان ساكت، محدش يعرف اللي جواه. خلاص تمام، كويس جدا ده. ما بتتكلمش. تمام. لما ما كلمك تاني. بتتكلمش مع السلامة. الناس ما بتعرفكش، والناس عشان تحبك لازم تعرفك. مش المفروض في شهر العسل؟ جاي هنا ليه؟ يا فندم، أنا فعلا كان عندي شغل وجاي أخلصه. ده كلام؟ انت ما تعرفش حاجه عن التوازن في الحياه، لا في البيت ولا في الشغل. بس الحقيقة بجد أنا كان عندي شغل وجاي أخلصه. مشكلتك يا نادر انك فاكر ان الشغل هو عباره بس عن تقارير وارقام. الشغل علاقات، وانا مش شايفك تبني اي علاقات هنا. أنا بجد بحاول، أنا مش قادر أحس إن أنا جزء من المكان ده. لو ما خرجتش من القوقعه اللي انت فيها دي مش هتلاقي نفسك جزء من اي مكان، مش بس هنا. عشت بدون أحباب، بدون أصدقاء، بسبب صمتي الدائم. نادر، انت ايه اللي جابك المكتب النهارده؟ مش انت المفروض تبقى مع مريم ولا ايه؟ أيوة، أنا بس يعني حسيت إن أنا محتاج النهارده أخرج من البيت. ليه كده؟
انت مش عايز تبقى مع مريم ولا ايه؟ لا هو مفيش، يعني بحس ان انا مش عارف اتعامل عادي، مش عارف ابقى طبيعي. انت بتقول كده فبتحط ضغط على نفسك. عادي يعني كلنا. تأمرني بحاجة تاني؟ شكرا. عادي يعني كلنا بيبقى عندنا مشاكل في بداية حياتنا، بس الفرق ان احنا نواجهها مش نهرب منها يا نادر. ايوه انا بحاول، بس هو مش عارف، بحس ان في حاجه بتمنعني ان انا ابقى طبيعي، ابقى عادي. حتى هنا معاكم مش عارف اندمج. طيب لو عايز نصيحتي خليك صادق مع نفسك، حتى مع مريم. يعني مفيش حد بيتغير ما بين يوم وليلة، بس حاول عشان تبين انك مهتم. تمام. حتى الناس القليلة اللي كانوا بيحاولوا يقربوا مني كانوا بيقربوا مني بس عشان ينصحوني، شفقة، لأنهم شايفيني إنسان ضعيف محتاج النصيحة. قد إيه بكره النسخة دي مني، إزاي كنت عايش بالضعف ده. بس الحقيقة الناس ما بتتغيرش غير بالصدمات، غير لما تجيلهم حاجة كبيرة تفوقهم يا إما تنهي عليهم. مريم 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 مشيت. الحقيقة من حقها. مين اللي ترضى تعيش مع إنسان زيي ضعيف؟ كل بنت بتحب تعيش في أمان. إزاي هتعيش مع واحد زيي بيخاف من كل حاجة، بيخاف على طول الطريق. بدأت أخد كل حاجة بتيجي قدامي، أي حاجة تسكن الألم اللي جوايا وتوقف التفكير. مش شايف غير إني ضعيف، ما أقدرش أعمل حاجة. هو ده أنا، وهفضل كده. مش متصور إني ممكن أبقى حد تاني. يعني مش ممكن هتقعدوا في بعض. حتى انت بتقول كده؟ طب ما تسألش، الكلاية بعد الفرح ما يخلص هبقى اتفك حاجة. الفرح ايه؟ هو فين الفرح ده؟ في ايه؟ انت مالك داخل كده ليه؟ أنا عايز أتكلم معاك في حاجة. خير، حاجة ايه؟ حاجة كنت ساكت عنها كتير ولازم أقولها. انت بتقول ايه؟ ايه اللي كنت ساكت عنها كتير؟ أنت ليه كنت بتكرهيني؟ انت اتجننت. انا ربيتك بأحسن طريقة. انا كنت خايفة عليك. انت بتعرفش انا تعبت قد ايه عشانك. تعبتي في ايه؟ في الضرب؟ في الشتيمة؟ في معاملتك ليا كأني عدوك؟ انا حاولت اعمل كل اللي اقدر عليه. انا كنت لوحدي. لوحدك؟ انا كمان كنت لوحدي طول عمري. كنت عايش لوحدي رغم ان كنت جنبك. عمري ما حسيت غير اني لوحدي. كنت بربيك عشان تطلع راجل. راجل ايه اللي بتتكلمي عنه؟ انتي علمتيني ان الحب
ضعف. انت محبتنيش، انت كنت بتعامليني كأني حتى مش بني آدم. يا ابني أنا كنت بعمل كل اللي أقدر عليه، كنت خايفة عليك من الدنيا. خايفة عليا ولا خايفة مني؟ انت خلتيني أخاف، خلتيني أفضل طول الوقت ساكت عشان ما زعلكيش. بس الحقيقة إن أنا اتكسرت، اتحطمت. سامحني يا ابني، ما كانش قصدي والله. أنا كنت بحاول أعمل كل اللي أقدر عليه، ما كنتش أعرف إنك هتطلع كارهني كده. ما كنتش تعرفي، أنا كمان ما كنتش أعرف إني ممكن أبقى إنسان عادي طبيعي، مش إنسان عويل مريض محتاج يتعالج. استنى يا ابني، ما تسيبنيش. سامحني يا نادر، أنا أمك يا نادر، سامحني يا ابني. مش عارف، وما أظنش إنه يفرق معاكي. هي دي ليلة العمر اللي كل الناس بتبقى مستنياها والمفروض نبدأ بيها حياتنا؟ أنا مش فاهمة أنت مالك؟ أنا تمام، هي يمكن بس متوتر شوية. متوتر؟ وهو المفروض إن أنا أفهم إن ده طبيعي؟ ولا المفروض إن أنت هتفضل متوتر كده كتير؟ مريم بجد أرجوك اسمعيني. أنا غلطت بجد. أنا بحاول والله، بحاول أعمل كل حاجة عشانك وبصلح من نفسي. بس أنا تعبت يا نادر، خلاص مش قادرة أصدقك تاني. مريم ما تسيبنيش. نادر، أنا نهيت الموضوع ده، أرجوك ما تتصلش بيا تاني. كان شكلك حلو النهاردة. وانت كمان يا مريم كان شكلك حلو. شكرا. أشرف وعلاء كانوا قاعدين ورا بيضحكوا، كنت بتقول لهم إيه؟ مفيش، هما دايما بيقولوا يعني حاجات كده بيهزروا بيها. أكيد كانوا بيشجعوك صح؟ يعني هما دايما بيعملوا حركات كده ويهزروا. ماما احنا جينا. ألف سلامة عليك يا حبيبتي. مالك يا ماما؟ شكلك تعبان قوي، في ايه؟ تعبانة شوية بس عادي يعني، دي مش أول مرة يا سارة. ليه ما كلمتناش من بدري قبل ما تتعبي قوي كده؟ يا ابني أنا عارفة أشغلكم، الله يعينكم. مش مهم دلوقتي يا شريف، المهم يا ماما قوليلي انتي محتاجة ايه نعمله؟ نجيب دكتور؟ مش عايزة حاجة، أنا عايزاكوا بس تسمعوني، عايزاكوا تقعدوا وتسمعوني. خلينا نروح مستشفى أحسن. قلتلك مش عايزة مستشفيات، أنا هبقى كويسة، أنا عارفة نفسي.
فاكرين لما كنتوا بترجعوا من المدرسة وتقلبوا البيت ده فوضى؟ البيت ده ما كانش بيخلق أبدا تتوش. يا ماما، ده انا كنت زعيم الفوضى دي. وانا اللي كنت دايما بلم من وراك يا سي شريف عشان ماما ما تزعقش. فاكرة يا سارة لما شريف شاط الكرة في التلفزيون وانا حلفت وقلت ان مش هيدخل بيتنا تلفزيون تاني؟ وبابا ساعتها جاب تلفزيون من وراكي، ولما حلفتي حركت علينا نتفرج عليه اسبوعين كاملين. وانا اللي كنت دايما بشيله وبستحمل عشان الاخت الكبيره اللي لازم تستحمل. كنت دايما بحمد ربنا على نعمة وجودك يا سارة، انت اللي كنت سنداني يا بنتي. بس الحقيقة كلنا كنا عايشين في حالة هروب وخوف من العقاب. عارفة، كنت خايفة عليكم من الدنيا، كنت خايفة ان الدنيا تكسركم. ما تزعلوش مني، سامحوني. ونادر اكتر حد شال فوق طاقته. ما تسيبوهوش لوحده، خليكوا دايما معاه، ما تسيبوهوش للوحدانية اللي هو عايش فيها دي. ماما، نادر اختار يكون لوحده ومحدش جبره على كده. احنا حاولنا كتير قوي يا ماما ان احنا نقرب منه، بس هو طول الوقت بيهرب مننا، عمره ما حاول يقرب ابدا. كان دايما حاسس ان هو لوحده. ومين كان لاقي مكان يا ماما؟ احنا كنا بنحاول نفهم نفسنا وبنحاول نفهم اللي انتي وبابا عايزينه مننا. ماما، احنا دلوقتي مفيش حد فينا قادر يشيل فوق اللي هو شايله، ولا حتى عبء زيادة. كل واحد عنده مشاكل خاصة وفيه اللي مكفيه. محدش طلب منكم تشيلوا عبء زيادة، بس خليكم معاه. الو. ايوه. الو. ايوه سامع. مشيت أمي الله يرحمها، مشيت بعد ما أدت رسالتها. يمكن تكون دي هي رسالتها، الأم اللي كانت المفروض تكون مصدر أمان وحب. أدت رسالتها، علمتني إني ما استناش الأمان والحب من حد، وإني أوفره لنفسي. كنت بدور على زرار أسكت بيه دماغي، الكلام الكتير اللي ما كنتش عارف أشرحه كنت عايز أخرسه. أول مرة أحس إني خفيف. وبعدها بقيت أتفرج على نفسي وأنا بعمل حاجات مش عارف أنا بعملها ليه وعملتها ليه، وبدأت أتعود إن أعيش من بره
واسيب جوايا فاضي. بعد وفاتها رجعت مريم على امل اني اتحسن وعشان تبقى جنبي. القهوة. كنت عايزة أتكلم معاك عن اللي حصل النهاردة في العزم. مش عايز اتكلم في حاجة يعني. كل حاجة انتهت خلاص. ما انتهتش. نادر، انت ما شفتش اخواتك النهاردة كانوا بيتكلموا عن البيت والمحل ازاي؟ كأنك مش موجود. مش فارقة، خليهم ياخدوا اللي هم عايزينه. عمر ما كان في حاجة تخصهم تخصني. ايوه بس ده حقك. حقي ايه؟ البيت ده عمره ما كان بيتي. بس ده مش معناه انك تسيبهم كده، لازم تواجه. لا انا تعبت من الوجع، مش تعبت من كل حاجة يا مريم. ايه ده؟ ايه؟ مفيش حاجة، ده انا واخدها من حد. مفيش حاجة ازاي؟ نادر انت بتتعاطى؟ لا، ما هي مرة واحدة، كنت عايز اهدى شوية. مرة واحدة؟ هي يعني بدل ما تواجه بتضيع نفسك بالطريقة دي؟ ما كانش في حاجة في ايدي يا مريم. امي مشيت وبعد كده انت في كابوس. نادر انت مش بتدمر نفسك لوحدك، انت بتدمر كل اللي حواليك. انا هنا عشان اساعدك، بس مش هعرف اعمل ده لوحدي. ليه؟ ليه؟ نادر مالك، في ايه؟ نادر طمني. نادر ليه ما كانتش بتحبني؟ نادر انا مش فاهم حاجة، ممكن تفهمني؟ ليه ما كانتش بتعاملني زي بقية اخواتي؟ طب نام مرتاح يا نادر، انت محتاج ترتاح يا حبيبي. نام مرتاح. ياه، هو صعب أوي كده؟ صعب إنك تتغير؟ هو أنت إزاي كده؟ هو أنت إنسان بجد؟ أنا حاسس إنك شبح، حاسس إنك لا شيء. أنا بدأت أكرهك، بكرهك. بابا بابا بابا، قوم يلا عشان نروح المدرسة. حاضر يا ياسمين، هقوم حالا. حاضر اهو. انت لبستي؟ حطيتي كل حاجة في الشنطة ولا لسه؟
ايوه يا بابا، بس انت شكلك تعبان، ما نمتش كويس ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا كويس. طبعا انت كل اللي يهمك انه يلا بسرعه عشان نروح المدرسه يا بابا، يلا صح؟ حاضر يا ست ياسمين، يلا بينا. يا ابني ايه مش تحاسب؟ يا عم انا قلت لك حاجه. معلش يابا ما يقصدش. يموتني وتقول لي ما يقصدش؟ يعني ايه يابا؟ يعني انت راجل قاعد عايز تتضرب بصحيح. لا انت اللي خلاص اوعى ايدك يا عم. لا 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 ايدك يا عم. ايدك يابا كده يابا. لا يا حبيبي بس يا عم، ايدك كده انت يابا. بس يا عم. عمو الحاجات دي هناك بتضرب، بابا الراجل بيتضرب انت ساعده. راجل الادب بصحيح، والله العظيم راجل الادب، والله راجل الادب، راجل الادب بجد. راجل الادب. وسع كده نجم. يا عم انت مالك يا عم؟ ناس ايدك يابا كده، ايدك يابا بس كده. وسع ايدك يابا انت وهو يابا، ايدك يابا لازم يتربوا. لازم تتربى. انا هربيك. حضري لي يا بنتي الشنطة وتعالي نطلع أي يوم بره بعيد، أنا زهقانة ومخنوقة، اليوم مش لطيف خالص، يلا بس خلصي. امبارح اتنكدت بسبب الماتش يا أخي. ليه؟ استنى بس استنى. ما شاء الله شكلك كده لسه راجع من رحلة استكشاف او طالع من فيلم اكشن. خير يا نادر، شكلك متضايق، أنت حصل لك حاجة؟ لا مشادة في الشارع بس كنت بفكها. مشادة ازاي وانت جاي بالشكل ده يا ابني؟ انا لو منك كنت خدت النهارده اجازه. يا عم نادر، يا عم قول لو في مشكلة نحلها لك. خلاص المهم إن هو جه. طيب يا عم نادر، لو احتجت دكر يسد معاك احنا موجودين. استاذ نادر، المدير عايزك. ايه اللي حصل النهارده يا نادر؟ مفيش، كنت في مشكلة وكنت بحلها في الشارع. مشاكل؟ انت كويس؟ انا كويس. انت واعي يا نادر لنفسك ولافعالك؟ المكتب ده بيعتمد على كل شخص فينا، صورتنا ومظهرنا قدام العملاء مهمة، وانت شغال هنا مينفعش ابدا تظهر بالمظهر ده. عارف الامور كانت خرجت عن السيطرة وما كانش في حاجة في ايدي. المرة دي خرجت عن السيطرة، وكل مرة بعذر شكل، غيابات وتأخيرات ومشاكل شخصية ومظهر غير لائق. أنا بحاول أساعدك، إنما الصبر حدود، وأنا بصراحة محتاج فريق يكون قد المسؤولية، وأنت بقيتش قادر تسد، ويوسفني إن أنا أبلغك إنك مش هتكمل معانا. ده قرار نهائي؟ أيوة، ابدأ حياتك، شوف حاجة جديدة. شكرا.
كلام يا جدعان، يسيبوني نايم 3 ايام وبعدين يجوا يقولوا لي تليفوني علشانك. الله، وعاملين تليفون ونيجي نتكلم في التليفون ياخدوا التليفون ومنوع عننا. ده حاجه تجن على العيله اللي قاعده هنا، وهذا لازم بابا انا لازم اتكلم في التليفون. سيب التليفون وتعالى هنا يا ولد. صباح الخير. بس انت حاجة عايزة اوريها لك. على نفوخك ونفوخ اللي خلفوه. الو، صوت التليفون ده اللي فيها 52 جنيه مكالمات زياده. ودفعتوهم ولا لسه؟ الو، ايوه يا ريس انا معاك. انا عاطف السكري. انت يا ولد انت. النبي حد ينده لها يا اخوانا لو سمحتوا النبي. والمذاكره امك بتقول انت طول النهار يا اما واقف قدام الشباك يا اما قاعد بترسم. كنت باخدها شوية صغيرين. راحه ايه بس؟ الرسم ده هيضيع مستقبلك، وحياة امك ما انت نافع. ومن هنا ورايح مفيش رسم تاني، وانا هعلمك تبطل ده ازاي. بابا انت الرسمة مش عاجباك؟ لا يا حبيبتي ده جميل، انا عايزك ترسمي على طول، ده رائعة. جد يعني انفع؟ انت استاذة، ارسمي وكل مرة ترسمي تعالي وريني. اتفقنا؟ اتفقنا. نادر، ايه ريحة السجاير اللي جوه في الأوضة دي يا نادر؟ انت كنت بتشرب سجاير؟ ريحة ايه؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ يعني أنا مش شامة ريحة سجاير؟ نادر هو مش كفاية اللي أنت فيه؟ انا مش عايز نكد يا مريم. مش عايز نكد؟ بترجع للمخدرات قدام بنتك وفي بيتنا وتقولي مش عايز نكد؟ مريم خلاص ما تزودهاش. أنا اللي ما زودهاش؟ هو أنت مش شايف نفسك؟ أنت بترجع لنفس الدوامة اللي بتدمر حياتنا وبتقول أنا كفاية؟ انا اعمل اللي انا عايزه، مش كل حاجة ترجعني فيها. انت عارف انا مش عاجبني كل ده. لا يا نادر، أنت عاجبك الهروب بدل المواجهة، عاجبك الدخان بدل بنتك. انت مش فاهمة حاجة، انت كل حاجة بتحكمي عليها من بعيد وبتحكمي عليا كأنك عندك كل الإجابات. أنا؟ ده أنا اللي على طول شايلاك، أنا اللي دايما برجعك وأنت بتفضل تبعد وتبعد. هو أنت فاكرني لسه قوية؟ نادر أنت كل يوم بتكسرني. اسكتي بقى يا مريم عشان البنت حتى. أسكت؟ دي بنتك مش حد غريب. بدل ما تكون جنبها، بدل ما تكون لها أب، مش شخص بيستخبى وسط الدخان. ماما، بابا، انتوا بتتخانقوا؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة. قومي ادخلي دلوقتي على اوضتك. بابا انت كويس؟ ايوه حبيبتي انا كويس، ادخلي نامي. لو مش عشاني على الاقل عشان هي ما تبقاش عايشة خايفة. بابا النهارده في الشارع كنت شجاعة زيك، كنت عايزة اروح اساعد الراجل اللي بيتضرب، والولد الصغير اللي كان معاه اسمه علي لما جري عليك وقال لك انت تساعده، وانا قلت انك هتساعدهم، بس الشباب دول كانوا وحشين قوي. بس ليه ما قدرتش تمنعهم يا بابا؟ كملي اكلك يا ياسمين. انا اشبعك، انا هقوم. هو زعل مني يا ماما؟ لا يا حبيبتي، هو بس تعبان. ماما هو بابا زعلان مني؟ لا يا حبيبتي هو مش زعلان، هو بس تعبان شوية. هو مش بيحبني؟ لا طبعا، انتي اغلى حاجة عنده. هما بس الكبار ساعات بيبقوا تعبانين وبيحتاجوا وقت يرتاحوا. يلا ننام، يلا. يا فاطمه عايزه حاجه قبل ما انزل؟ ايوه، سيب لي فلوس العيال وفلوس النادي بتاعت نادر. يا دي نادر وفلوس نادر، هو انا بطلع الفلوس كل شويه هات؟ الله، شبنك حمينه بقى، ما هو ابنك انت كمان. وانا مالي؟ حد قال لك خلي في العيال دي كلها؟ كان كفايه عيل واحد. انا غلطان اني بسالك. هو انا كل ما اطلب منك فلوس تعمل لي الموال ده؟ مش معقول كده، دي بقت عيشه تقرف. شيخه انت متعبه. دماغي ما كانش بيدور فيها حاجه غير شريط الاهانات وكلمات امي وابويا اللي اتزرعت جوايا، وكل المواقف اللي بقابلها اللي بتاكد ضعفي. دماغي كانت شريط سينما شغال ما بيقفش،
بيعيد نفسه كل ما يخلص، نفس المواقف ونفس الكلام. بس اللي كان بيصعب عليا ياسمين ومريم، ذنبهم ايه يعيشوا مع انسان زيي، الحيطة المايلة اللي ما بتسندش حد. كنت احيانا بحاول، وكنت بتمنى ان محاولاتي دي تنجح. يا ياسمين، يا مريم، ياسمين، مريم، ياسمين، مريم، قوموا بقى يلا عشان هنفطر مع بعض. بابا النهارده الجمعة مفيش مدرسة. انا عارف، عشان كده عملت لكم فطار. يلا قوموا. هو في ايه يا نادر؟ النهارده الجمعة، يلا هنفطر وننزل نتمشى مع بعض. يلا بقى. ماما بابا عمل فطار. أكيد عملت أكل غريب. جربي بنفسك وهتشوفي. انا كنت فاكراك ما بتحبش تصحى بدري، بالذات يعني لو يوم الاجازه، بس واضح اني طلعت غلطان. ادينا بنحاول يا ست مريم. هنشوف. بابا عايزين نروح نجيب آيس كريم بعد الفطار. انت تأمري، بس لو ماما وافقت هننزل كلنا. ماشي. يلا بسم الله. مبسوطة يا ستي؟ الخروجة اللي هو وعدك بيها اهو، عشان تعرفي ان هو لما بيوعد بيوفي. بس لو تعرفني احنا رايحين على فين؟ بابا احنا عايزين نروح نجيب آيس كريم. حاضر، بس يعني هنرجع واحنا راجعين هجيب لك كل اللي انت عايزاه، بس لازم نروح المكان اللي احنا رايحينه ده. بص يا هادي يا فهد، الولية دي موت. ما تيجي يا هادي تريحني بقى يا هادي. ايه؟ مش هترد؟ بلاش مشاكل، احنا في الشارع الناس. يلا بينا. والله؟ طيب انا هرد. انت بتعكس مين يا حيوان انت وهو؟ حيوان مين يا بنتي؟ انت بتكلمي مين؟ انت اتجننتي ولا انت مين بالجزمه؟ انت عارفه انت عبيطه يا باشا ولا ايه؟ عارفه انت بتكلمي مين؟ بكلم مين يعني؟ لا بقول لك ايه؟ انا متخلف. انا يا لهوي يا لهوي، ايه اللي عمل فيك كده؟ عمل فيك كده؟ العيال كانوا بيضايقوني. انا حاولت اضربه بس ما عرفت. يا اختي يا حلوه حاولت اضربه ما عرفتش. خش ولما ابوك يجي ايوه هتعمل ايه يعني؟ مش فاهمه. ما انا ممكن احطه دلوقتي على
يا ستي. تعالى معايا دلوقتي عليك. اسم مين انت بتقولي ده ولا بتعملي مين؟ انا اللي عبيط، انا هوريك انا هعمل فيك ايه. طب ما تعملي كده يلا انا مستني. انا عايز اقعد انا خلاص زهقت. انت سايبني اواجه الدنيا كلها لوحدي. انا ما كنتش عارف اعمل ايه. انا كنت خايف الدنيا تزيد سوء. مش عارف؟ ما انت دايما مش عارف، دايما بتستخبى وبتخليني اواجه الدنيا كلها لوحدي. كنت واقفه قدامهم والناس كلها بتتفرج عليا، وانت كنت فين؟ واقف هناك زي الحجر، زي ما بتكون دايما حجر. انا كنت خايف يحصل لكم حاجه، مش كل حاجه تتحل بالصداع. بلاش تمثل دور الحكيم اللي دايما بيبعد عن المشاكل. انت مش بتبعد عن المشاكل، انت جواها، انت بس دايما اللي بتختار الهروب. انا ما بهربش، انا بس كنت يعني. انت مش راجل. ايه؟ مش عارف تقول ايه؟ انت دايما كده فاضي من جوه ومن بره. عارف، انا اول مره احس ان انا فاضيه من جوه زيك. اظن كفايه لحد كده. بنتي الحبيبة، زوجتي الحبيبة، كنتم كل حياتي، لكني عمري ما كنت ليكم الراجل اللي تستحقوه. كنت واقف جنبكم باسمي، لكن روحي كانت غايبة، مشلولة بالخوف والضعف. كنت شايف أوجاعكم وساكت، شايفكم بتسندوا عليا وأنا عارف إني مقدرش أشيلكم. بنتي ياسمين، أنا آسف لكل مرة كنت فيها أقل من اللي تستحقيه مني. كنت عايز أكون أب بجد وسند، لكن خوفي كان دايما أسرع مني. حاولت تعيش بشجاعة، حاولت تبقى كل حاجة أنا معرفتش أكونها. ما تخليش الخوف ياخد منك حياتك زي ما أخده مني.
مريم، أنا عارف إنك شلت الحمل لوحدك وأنا كنت ساكت. سامحيني على سكوتي، على غيابي، على ضعفي. بحبك رغم كل حاجة. بحبكم أكتر ما كنت بقدر أقول وأكتر ما كنت بقدر أعبر. بتمنى لكم حياة ما فيهاش خوف، ما فيهاش خذلان زي اللي أنا كنت فيه. يا بابا قوم بقى، يا بابا قوم، بابا يا بابا قوم بقى. نادر، نادر قوم يا نادر، قوم يا نادر، ما تعملش فينا كده. نادر قوم يا نادر، مش دلوقتي، لا ما تعملش فينا كده. بابا قوم بقى. نادر، نادر قوم.